عليكم لكل متابعين قناتي، يا رب دايما تبقوا بخير وبسعاده. احب ابدا الفيديو بتاعي زي كل مره بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وما انساش ان انا اشكر متابعيني الكرام اللي دايما بيدعموني. لازم أن يبقى ليهم شكر خاص في اول كل فيديوهات اللي انا بقدمها. شكرا ليكم وشكرا لدعمكم معايا. انا النهارده طبعا جايبه لكم الفيديو المنتظر لناس كتير جدا من متابعين القناه، وان انا هعمل ازاي اجدد الستاره في البيت عندي او اعمل ستاره جديده. طبعا انا هعمل لكم. انا كنت مأجله الفيديو ده، ناس كتير كانت طالباه مني بصراحه في الفتره اللي فاتت، ايام شغل المعرض بتاعي. بس انا معلش كنت يعني انا كنت مأجلاها قبل رمضان عشان يبقى تجديدات بقى دخول رمضان وكده. وممكن وان شاء الله اعمل لكم واحده في العيد برضو، يعني على دخول العيد باذن الله. طيب انا هستخدم ايه النهارده معايا في الستاره. طبعا انا مش هعملها ستاره على خشب، الضربيه مش هعملها على الخشب، انا هعملها على المواسير دي. وطبعا عشان المواسير دي موجوده في كل بيت عندنا، وناس كتير جدا بتستخدمها وبيتعمل عليها شغل حلو كمان. اللي انا هستخدمه معاها قماش شيفون زي اللي انتوا شايفينه ده كده. تمام. انا مجهزاه معايا. طبعا بتشوفي اللون اللي انت عايزاه والقماشه وتبداي تنفذيها. بس انا هستخدمه، يعني هي ممكن نعمل على اي قماشه، بس انا بستظرف عليها الشيفون، بتبقى شكلها احلى عليها وبتبقى بتدي شياكه شويه. تمام. طيب طبعا بتختار اللي انت عايزاه. بس قبل ما ابدا الفيديو بتاعي، عايزه الناس اللي بتحب التفصيله ده، ما احنا هنشتغل خياطه وتفصيل وحاجات كده. قناه هبه طبعا حبيبتي، قناه بيتي كل حياتي، اتمنى ان انتوا تروحوا تزوروها. طبعا هبه النهارده هتعمل فيديو عن تنظيف البوتاجاز والفرن بتاع البوتاجاز. انا حبيت اقدم لكم الفيديو النهارده هديه، علشان انا عارفه انتوا داخلين على رمضان بقى والتجهيزات والتوضيبات. طبعا ان انتوا ستات بيوت شاطرين، طبعا انا عارفه كل اللي بيتابعني، وبنات برضو شاطرين جدا. اتمنى ان انتوا تروحوا تزوروا القناه، لان هي عندها حاجات تانية حلوه قوي قوي هتعجبكم. ابدا الفيديو بتاعي انا بقى. انا هعمل ايه. انا اول حاجه هشوف طبعا القماشه دي باخد العرض بتاعها، يعني مثلا بيبقى عرض 150، باخد العرض كله اشتغل عليه. بس طبعا انا طبعا هشرح على الورقه الاول عشان تبقى واضحه لكم المقاسات، وبعدين هنفذ على القماشه. انا طبعا هعمل مساحه صغيره، مش نفس المساحه الكبيره اللي هي بتبقى على ستاره، ان انا عامله يعني عامله عندي في البيت، فانا مش محتاجه ان انا اجهز، بس انا عاملاها عشان انتوا تشوفوها. انا هاخد مساحه قد ايه. بيبقى عرض القماش تقريبا 150 سنتي. تمام. العرض هجيبه، فانا هاخد العرض كله هشتغل عليه. بس انا هبدا اعملها، هقسمها اطوال. يعني تقريبا لو انا عملت هنا العرض ده كده هيبقى 150 سنتي. تمام. يبقى انا هعمل فوق هنا ده هيبقى 100، يعني هنا 100 وهنا 150. بس انا في الوقت الحالي اللي هشتغل ده عليها هعملها 50 سنتي، يبقى هعمل ده 100 بس. طيب بالطول بقى هاخده بالطول بتاعه برضو، يعني بالطول اللي موجود معايا في القماشة اللي هشتريها. طيب انا الطول اللي انا هستخدمه دلوقتي كام. هستخدم 60 سنتي فقط. يعني الطول اللي هيبقى معايا دلوقتي عشان يبقى يمشي مع المقاسات اللي انا عملتها هيبقى 60 سنتي. تمام كده. طب انا هعمل ايه. هبدأ اوصل، هعمل من هنا 50 سنتي وهنا 100 سنتي كده، وهبدأ اوصل الاتنين دول كده مع بعض. تمام. هتبقى جايه بالشكل ده كده. اعمله كده. تمام. طيب هي طبعا مش هتبقى جايه كده، انا لازم تاخد هنا دوران شويه. فانا هعمل ايه. هاجي من هنا هسيب مساحه، يعني هاخد من هنا لحد هنا مساحه 40 سنتي، يعني هسيب 20 سنتي من تحت من هنا. ده على المقاسات بتاعتي يا جماعه، على المقاسات اللي انا هشتغل عليها المساحه دي. هسيب 20 سنتي من هنا مثلا، واقوم جايه تانياها كده. هاتني القماش كله، اعتبر ان دي القماشه بتاعتي. هتنيها وهاخد، طبعا انا اكون واخده المساحه بتاعتي من هنا كده مثلا 20 سنتي، من هنا كده هتوصل تقريبا لحد هنا. من هنا لحد هنا هاخدها كده قوس. يعني بصوا هعملها كده، همشيها كده. لما اجي اقصها بقى هقصها من بره، يعني هقص القماشه من بره مش هقصها من جوه. فانا هقصها كده، هتقوم تديني الشكل اللي انا عايزاه ده، اللي هو الكيرف اللي انا هستخدمه معايا. تمام. يبقى هتبقى جايه كده، هتبقى جايه بالشكل ده. انا هقصها لكم هنا بعيد هنا عن الشكل اللي احنا عملناه عشان يبين معاكم اكتر، لان انا الورقه انا مقتنعه ان الورقه هيبان عليها اكتر من القماش نفسه، هتفهموها اكتر.
هتبقى جايه كده يا جماعه بالشكل ده كده. تمام، نقلبها هنا على اللون الاحمر ده كده عشان تبان. هتبقى جايه واخده الكيرف ده كده، يعني زي ما اتفقنا هيبقى ده معايا هنا كده 50 سنتي. تمام، وده هنا 105، لا وهنا ده 100 سنتي. تمام كده. والطول بتاعي هاخده طبعا بعرض القماش اللي انا هعمله بطول القماش، يبقى انا هيبقى عندي هنا كده ده 60 سنتي كمان. اما اجي اقص بقى الكيرف ده هشيل، هاخد من هنا 40 سنتي مثلا، هيبقى لي 20، هقص اخد الكيرف كده معايا، هيطلع لي الشكل ده زي ما موجود قدامكم هنا. هي الصعوبة بس في ان انا اقص القماشة، انما بعد كده هيبقى الامر سهل وبسيط. شايفين دي هنا، هيستنوا هاتنها لكم اهي كده بالشكل ده. شايفين جاية هنا كده صغيرة، هنا مساحة هنا اصغر وهنا اكبر، عاملة زي مروحة كده. دي لحد بس ما انا اقص، دي الصعوبة مش اكتر. يعني الصعوبة في ان انا اعمل الباترون بتاعها، ان انا اعمل المقاس بتاعها. تمام اهو. انا هفردها بقى وهوريكم الخطوة اللي بعد كده هننفذها ازاي. نسيت اقول لكم على حاجه بسيطه كده. قبل ما ابدا شغل، قبل ما ابدا اشتغل على القماشه، انا بجيب الطرف بتاعها اللي تحت وابدا احط عليه فرنشات. الفرنشات ديت انا بجيبها من عند بتاع الستاير. طبعا في هناك اشكال والوان مختلفه، لو روحتي عنده هتجيبي الشكل اللي انت عايزاه. تمام. بس انا عايزه اقول لكم حاجه، لو ما عندي، لو ما فيش حد قريب مني وانا محتاجه ان اعمل الحاجه دي، هروح عند بتاع الكلف، هلاقي عنده اشكاله مختلفه برضو والوان من اشكال الكلف اللي موجوده عنده، الكبيره والقصيره والصغيره واللي مطرزه. هجيب برضو اللي انا عايزاه. بس طبعا انا بوريكم الاشكال، بس دي مش هتنفع معايا. انا في اخر الفيديو ان شاء الله هوريكم الستاره اللي هي فيها الحاجات المطرزه ان شاء الله. تمام. انا بشوف بقى الشكل اللي ينفع معايا وابدا استخدمه. طبعا انتوا عارفين انا من عشاق الاسترس ده اللي انا بجيبه بالمتر. انا ده ابسط الامور، لو انا جبته واخدت منه مثلا صفين او ثلاثة وبدات احطهم هنا على اخر الحرف بتاع الستاره، هيدي لمعه وهيبقى شكله رقيق وبسيط. بختار الشكل اللي انا عايزاه، ولو ما عنديش لا ده ولا ده هسيب كل حاجه خالص وهسيبها زي ما هي كده من غير اي شغل عليها. تمام. انا هبدا استخدم الاسترس معايا على حرف ستاره وارجع لكم تاني. طبعا زي ما انتوا شايفين كده قدامي اهو عملته، خلصتها اهي مع الطرف بتاعي كله. حطيت القطان ده. بعد كده هعمل ايه؟ انا هجيب الشكل بتاعي من فوق بقى، ديت المساحه بتاعتي اهي. تمام. وهجيبها مع نهايه الحرف هنا بتاع الترابيزه اللي عندي. تمام. وهبدا اشبكها من هنا. تعالوا اوريكم ازاي. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا شبكتها من هنا بدبوس ومن هنا كمان. شايفين اهو كده. فاصبحت ان هي كده عامله معايا بالشكل ده اهو. اكبرها لكم شويه كده اهو. شايفين هتبقى كده. طبعا اي الخطوه اللي اعملها بعد كده، انا نسيت اقول لكم حاجه مهمه برضو، ان انا في الطول ده، الطول بتاع في الطول من هنا كده لحد الاخر، انا هبدا اعمل مساحه 5 سنتي. شايفين انا معلمه بالقلم ازاي؟ هجيب معايا المزوره بتاعتي او اجيب مسطره، وهبدا اخد مساحه مثلا 5 سنتي هنا كده ما بين، شايفين ما بين كل جزء، ما بين كل جزء 5 سنتي هنا 5 سنتي هنا. هبدا اقسمها اجزاء 5 سنتي. تمام كده. علشان هعمل ايه بقى؟ انا هبدا اجيب هنا كده. شايفين هقوم جايه تانية هنا هتناها هنا. المفروض ان انا هتنيها، بص هبدا من هنا الاول عشان تبقى المساحه دي كبيره. شايفين هعملها من الناحيه دي من الجهه دي، واعملها من الجهه التانية. تعالوا اوريكم هنعملها ازاي. زي ما انتوا شايفين كده، انا هبدا اخد بقى زي ما قلت لكم المساحه اللي انا عملتها دي، وهبدا ارفعها فوق هنا جنب جنب الخيطه، جنب بدايه الابره دي. طبعا معايا دبابيس، وهبدا اشبك من هنا كده. شايفين طبعا انا حاولت بقدر المستطاع احط حاجه تنفع ان انا ايه اشتغل عليها. ماشي. وهاجي برضو من نفس المساحه التانية، هقوم جايه واخده هنا كده، هقوم جايه مطلعه كمان. شايفين هتديني هنا شكل كسره، شكل كسر. وهحطها جنبها هنا برضو، وهثبتها بالدبابيس كده بالشكل ده. ماشي. هجيب اللي بعدها برضو اهي، وهطلعها فوق معاه كده بالشكل ده اهو. هاجي على اللي بعدها كمان. همشي بقى تدريجي كده. انا بقسم المساحة دي علشان اقدر اشتغل عليه، عشان تديني الكسر اللي انا شايفاها دي.
عشان تسهل عليا الشغل شويه. اهو كده شايفين اهو. الفكره سهله وبسيطه، مش محتاجه اي حاجه. هبدا زي ما انا عملت هنا، بصوا هبدا اعمل هنا كمان في الجزء ده طبعا كده من هنا. ترى واضحه. هاجي بقى مع الكسره دي كده، الكسره دي اقوم جايه عامله هنا معاها كده الكسره دي هنا كمان، واطلعها نزل دي كده. هاجي اخد مع الكسره التانية كده اهي هنا، وابدا اعملها برضو الشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهكذا همشي بقى كده. هعمل تدريج، همشي مع الكسره اللي انا عملتها ديت، وهبدا اعملها هنا واثبتها واخلصها وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين كده انا عملت درجات للستاره للضرابيه اللي انا هعملها. طيب انا المفروض هبدا انفذ الجزء ده ازاي، اللي هو اللي انا عملته ده هنا. هبدا اعمل ايه؟ هبدا اجيب معايا ابره خياطه جاهزه، تمام، وهبدا اجي من هنا احط ايدي تحت هنا كده، وهبدا امشي بابره الخياطه معايا. شايفين؟ اسرج الحاجه، الجزء اللي انا عملته ده كده، شايفين؟ همشي عليه ابره الخياطه، بس خلي بالي علشان السراجه ما تشبكش في القماشه اللي انا حطاها تحت، عشان اثبتها عليها. اهو شايفين كده بالشكل ده. انا ثبت الجزء ده كده، هثبت الجزء التاني واوريهولكوا بعد ما يخلص. زي ما انتوا شايفين كده انا شلتها من المكان اللي كنت بشتغل عليها وحطيتها قدامكم اهي. ايه اللي انا المفروض اعمله بعد كده بقى؟ المفروض ان دوت الطرف بتاعها اهو من فوق، تمام. انا ممكن اعمل خطوتين او حاجتين، وهي ان انا اجيب الماسوره بتاعتي دي ماشي، واثبت من الطرف ده هنا ومن الطرف ده، هخلي دي على ماسوره، واخلي الستاره الاساسيه على واحده، يعني اخلي دي على واحده كده زي ما انتوا شايفين، تمام. يعني واثبتها ازاي؟ من هنا هجيب الطرف ده كده وهثبته من هنا كده، يعني هشبك دي بدي كده مثلا بدبوس بالشكل ده مثلا من هنا، تمام. ومن الجهة التانية برضو نفس الحكاية، هاجي من هنا لان ده المكان اللي انا مخيطة عليه، هجيب الدبوس برضو وهبدأ اثبت الجزئين دول مع بعض كده عشان ما يبانوش بخياطة اكيد طبعا، بس انا بثبتها لكم عشان تشوفوها. وهتبقى دي كده، هتبقى ديت اللي معايا. معلش دي اتفكت. دي هتبقى الجزء الاولاني، دي هيبقى يعني ايه الجزء الجهة الاولانية بتاعت الستارة، تمام. مع ان انا بقى هجيب بقى من اول الستارة هنا، هاخد المساحة دي كلها لحد الاخر، تمام. اهو هتبقى هنا. دي حاجة، دي فكرة. او ان انا، او طبعا هيبقى في الستاره واحده كمان عليها الستاره الرئيسيه بتاعتي. طيب لو انا مش عايزه كده، هبدا اشبك الاتنين مع بعض، يعني هبدا اشبك الجزء الضربيه الصغير اللي انا عملته ده مع الستاره التانية. انا مجهزه قطعه ستاره اهي قدامي اهي، قطعه صغيره كده زي ما انتوا شايفين اهي. هبدا اجيب ايه؟ هبدا اجيبها برضو، هجيب الشكل بتاعي اللي انا عملته ده كده، وهبدأ اعمل ايه؟ هبدأ اجيب هنزل هنا الجزء ده كده، هبدأ اثبت الجزء ده عليه. شايفين الطرف ده؟ هثبته على الطرف ده، تمام. هثبته من هنا كده علشان هيعمل لي هنا مكان مجرى هنا كده هعدي منها يعمل لي هنا كده مكان نعدي منه الستاره. فانا هبدا اثبتها مع طرف الستاره من فوق كده، شايفين؟ زي ما انتم شايفين كده. همشي بقى من الخط ده مع الخط ده كده، تمام اهو لحد اخر الستاره. يبقى هي اصبح الاتنين كده بقوا مع بعض في ستاره واحده، يعني اصبح الستاره الكبيره تحت اهي، وادي الستاره الجزء بتاع الضربيه الصغير، وهبدا ادخل طبعا دي انا كل ده هخيطه بالخياطه. طيب انا هعمل ايه بعد كده؟ علشان طبعا دي مش هتبان، بنفس القطن اللي انا عملته هنا ده هبدا اعمله من هنا كده عليها عشان تدي برضو شكل كويس، ونداري الخيطه اللي احنا عملناها، تمام، بحيث ان احنا تبقى باين، ما تبقاش باينه معانا، ويبقى شغلنا نظيف اهو كده. هدخل من هنا الستاره، تمام. وهجيب بقى القطن اهو زي ما انا قلت لكم من هنا كده، هبدا احطه مع الاطار ده. ممكن اعرضه، ممكن يعني اعمل المقاس والطول اللي انا عايزاه، تمام.
طبعا بكده الستاره يعتبر ان هي خلصت. او ممكن على فكره يا جماعه ممكن استخدم الاطار بدل ما انا اعمل الخياطه دي، بس طبعا دي بتبقى محتاجه مكنه. شايفين انا مجهزه برضو موريلكم عشان اوريكم في ايطان هنا في الستاره اللي عندي. ده ايطان بينجاب عشان يتعلق عليه الستاره زي ما انتم شايفين كده. ده بيتجاب برضو من عند بتاع الستاير. هجيبها واقوم جايه مخيطاها، بدل دي هخيطها في ظهر الستاره من ورا، ما هي ده الشكل بتاع الستاره بتاعي من قدام، انما ده الظهر اهو. فانا هخيط ده في ظهر الستاره عشان يبقى سهل ان اركب عليه دي، بدل ما ادخل الستاره في القماشه نفسها. بس انا دي بسهلها عليكم عشان الناس اللي هم في ناس كتير انا عارفه ان هم ما عندهمش خبره كبيره في الشغل ده، فانا بسهل عليك الامر مش اكتر. تمام. ديت الشكل بتاعي. تعالوا اوريكم بقى شكل الستاره وهي محطوطه في الانتريه. زي ما انتم شايفين كده، ده ايطان اللي انا بقول لكم عليه بيبقى غالي شويه. شايفين اهو. ده انا بجيبه برضو من عند بتاع الستاير، ببدا اظبط عليه بدل ده فرنش بحطه بدل الايطان اللي انا حطيته بتاع الاستراس، او بيدي الشكل ده في الاخر زي ما انتم شايفين كده. تمام. افرضي الستاره عندي كبيره، يعني انا عندي مساحه الستاره 2 او 3، هبدا اعمل ايه؟ هبدا انفذ 2 من الشكل ده. تعالوا اوريها لكم هناك. زي ما انتم شايفين كده، لو انا عندي مساحه 2 او 3 متر مثلا، هقوم جايه عامله كده جزء في النص كده مثلا، وجزئين من الاطراف. يعني دي باقي القماشه اللي كانت باقيه معانا، انا نفذت لكم منها الشكل اللي انتم شفتوه كده اهي. شايفين يعني يعني عشان المساحه عندي هنا كبيره، فانا عملت هنا ديت هنا جزء. يعني شايفين ده هنا شكل من هنا، ودوت مروحه، شكل مروحه تاني، وشكل مروحه تالت. يعني اتعملت الثلاث مساحات دي. طبعا يا جماعه اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اتمنى ان انتوا تعملوا اعجاب للفيديو عشان نوصل ل1000 لايك، عشان الفيديو تدعموه في محركات البحث وكل الناس تشوفه. واتمنى الناس الجديده تعمل اشتراك للقناه او سبسكرايب، وما تنسوش ان انتوا تضغطوا على رمز الجرس علشان يوصلكم كل جديد الفيديوهات بتاعتي. وشكرا ليكم.